صعب ان انت تدخل كل الفيتامينات والمعادن من الاكل اللي احنا بناكله، عشان كده بنلجا لقرص المالتي فيتامين. بس هل ده معناه ان انا اجيب اي مالتي فيتامين موجود؟ تعال اقول لك على حاجه مهمه جدا، ان هم 3 انواع. اول نوع بيكون ار دي اي، دي اقل كميه انت محتاجها في يومك، زي الفيتا ماكس والكيروفيت. تاني نوع وده خاص بالناس الرياضيين، لان هو بيبقى مغطي الفيتامينات والمعادن اللي احنا بنحتاجها اكتر، زي ليميتلس ومادوفيت وسنترم، دول بيغطوا الاو دي اي اللي احنا بنحتاجها اكتر. بس في نوع، والنوع الثالث ده نوع مهم جدا وده خاص بالرياضيين، يعني الاثليتيك او الناس المحترفين او الناس اللي خسارتهم للفيتامينات والمعادن اكتر، بيبذلوا مجهود كبير جدا. دول مش هينفعهم لا الار دي اي ولا الاو دي اي. بس خد بالك لو انت مش من النوع ده، تركيزات الفيتامينات فيه ممكن تعمل لك كدني فيلير او فشل كلوي. بتكلم على اي منتجات هنا؟ الاوبتيمومين واوبتيومن اللي هو بشركه اون، وفي شركه محترمه جدا اسمها انيمال باك، منتجاتها ان هي بتكون على شكل اقراص كتيره، بس ده عشان بيحط لك في كل قرص التركيز والكميه اللي انت محتاجها. بس هل المالتي فيتامين يعالج النقص اللي انا فيه؟ يعني لو عندي نقص في فيتامين معين المالتي فيتامين ده يعالجه؟ هي الاجابه لا. بس لو انا ما عنديش النقص ده من الاول، فساعتها المالتي فيتامين هيكون باخده كوقايه يمنع حدوث النقص ده. لو عجبك السلسله دي، احنا هنتكلم عن كل الفيتامينات والمعادن، اعمل لي لايك وشير، ولو عندك فيتامين معين عايز نتكلم عليه اكتب لي في الكومنتات، واشوفك الفيديو اللي جاي.